في سؤال غريب أوي اتسألته وحد بيقول لي هل الفرونت اند هينتهي؟ أنا سمعت إن هو هينتهي ومش هيبقى له وجود بعد فترة. حقيقي السؤال ده غريب أوي لأن أصلا كل الدنيا دلوقتي بتقلب يا إما ويب ابلكيشنز يا إما موبايل ابلكيشن. كل الدنيا بتقلب سوفت وير، فإزاي مرة واحدة الفرونت اند هيختفي؟ لكن اللي انا فهمته من الكلام ان هو غالبا يقصد على ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، لان كل الناس دلوقتي لما تقول لك انا عايزه ادخل فرونت اند فتعلم HTML CSS جافا، انا مش عارفه عايزه اعمل ايه، اتعلم كل الناس بتقول نفس الكلام. طيب هل ده كافي؟ لا، ده مش كافي. انت محتاج تتعلم فريم ورك من الفريم وركس اللي موجوده في السوق، علشان هي دي اللي انت هتشتغل بيها، عشان هي دي اللي انت هتبني بيها. طيب هل انت مش هتستخدم ال HTML وال CSS والجافا سكريبت لو انت اتعلمت الفريم وركس دي؟ لا، هتستخدمها بس مش بنفس الاحتياج لما تكون اصلا انت معتمد عليهم هم دول بس في الديزاين بتاعك. فالفرونت اند مش هينتهي لوحدها. ال HTML وال CSS مش هتنفع، لازم معاها فريم ورك عشان تعرف على الاقل تشتغل. هتحتاجهم، لازم تكون فاهم المعاني بتاعتهم الاساسيه، مش لازم تكون بتشتغل بيهم بيورلي يعني، بس فاهم كل المصطلحات وفاهم كل تاج مثلا بتعمل ايه، فاهم كل ستايل بيعمل ايه وبيستخدم ازاي، علشان انت هتحتاج انك تستخدمه وانت بتستخدم الفريم ورك العادي.